هذا ذهب بحريني مضمون كمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان اسكا اوزن ابشر بكمي ولا يهمك. هذا الحزام ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وراعونا ولا يهمك. تحت وراعونا لا إله. 400,000 ريال. كم؟ 400,000 ريال. باهر قليل. احنا طبعا هنا بنقتنع بالمكسب القليل. أيوة، من رضي بالقليل رزقه الله كثير يا ولدي. صدقت. اللهم اجعلنا من أهل القناعة. آمين يا رب. دائما وأبدا إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله واحد. بسم الله واحد. بسم الله واحد ما له ثاني. هيا أرجوكم عدوا الفلوس. ولا يهمك الآن. عدوا الفلوس. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. جمعة مباركة يا طيب. على الجميع إن شاء الله. والله يا ولدي هذا الوقت في كل جمعة بيجي وقد فرست للمسجد. أنا عجبني أخرج المسجد بدري أصلي لي ركعتين وأقرأ لي ما تيسر من سورة الكهف. لكن مشاغل الدنيا جيت هذا الجمعة وإحنا عندك، فإذا ما فيش فيها إحراج ولا إزعاج يا ولدي أخلي عندك هذا الذهب والفلوس والشنطة هذه ونروح نصلي جمعة وبعد الصلاة يدبر الله خير برجع أخذها. ما فيش أي إزعاج واعتبر المحل محلك. الله يبارك في أيامكم. يلا حتصلى ولا حنصلي جمعة الآن؟ يلا صلاة. يلا صلاة يلا يا شباب. صلاة صلاة يا عيالي صلاة. هيا يا بارك الله في عملنا. يلا صلاة. الله صلاة. يلا صلاة كلكم. يلا صلاة. يلا صلاة. صلاة. الله. صلاة. يلا صلاة. يلا يا عيالي. يلا يا عيالي. يلا صلاة كلكم إذا أنتم معنا. يلا صلاة. صلاة. Oh my God. Yes!
Hello. Yes, sir. Mr. John wants us now. Yes, let's go. الحمد لله رب العالمين. ما أحسن الواحد يأتي حق ربه. اعمل لي إياك أنك تعيش أبدا، واعمل لي آخرتك كأنك شو. ولدي صلي على النبي العدسي. يزيد الشندوق والذهب العسل صلي على النبي. ناولوا هاتي. الله يجزيك شيطان. تفضل يا حاج. هي أي خدمات لكم. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلام عليكم. ولو قد طلعت لي للحلق يا ولدي لكن سهل، تمت الامور على خير بموافقتك يا ولدي. وانت يا عم برهان والله انك سمعتني امة لا اله الا الله. ما افعل يا ولدي هو من عنادك. اسمع يا ولدي، هي الفلوس والفقيع يجي بعد نادى الحين هو الشوط، نعقد ونتم وما عاد داعي للعنس. تمام ما نقول على بركة الله. هيا الله ومبروك علينا كلنا، الله يبارك. يا ربي. حلو والله انك استاذ. أهم شيء ما حد حس أو لاحظ أو انتبه لأي حاجة. ما حد حس وكان الوضع هادئ. أعتبرها عملية نظيفة من الدرجة الأولى. 100%. حلو جدا، لأنه السارق الشاطر الذكي يا بنات اللي ما يتركش وراه أي خيط. مفهوم؟ صح لا أنت تطفى. يلا نشوف ايش معانا. افتح يا سمسم. بس يا سلام. اما هذه وقعد ضربة حلوة. قلت لك ارسموا. بنات هذه قطع مهمة وغالية ولازم يبلغوا عنهن، لازم نتصرف فيهن قبل ما يبلغوا. بعد ما انت لك الفلوس ارجعن. تمام. وفي حاجة ثانية، اسمعوني اسمع. في معانا ضربة وخطة وعملية جديدة هلا، لكن تشتي تكتيك، تشتي مخمخة، تشتي تخطيط. ايش نوعها؟ حاجة ما قد تعرفيهاش، مش على المستوى الداخلي، حاجة على المستوى الخارجي، حاجة هاي. الآن كل اللي عليكم تروحوا تصرفوا هذا الذهب وبعدين نلتقي واشرح لكم كل شيء. كيف اروح هكذا؟ لا غيروا اشكالكم عشان ما يعرفوكم. ايان علمتهم شغلكم. ايوه يلا. يا ما جاهزة؟ اي جاهزة يا ولدي. ما احنا عسلتين في البيت هذا كله وحدي. أنا والله يا ولدي ما فعلت هذا كله إلا من أجلك، وبعدين أنا شكل أزورك وأشوفك وأتفاقدك يا ولدي، ولا ما رأيك تجي تسكن عندنا؟ لا إذا أنا قاعد أجلس في بيت هذه لما أسافر. هيا يا ام مسعود تاخرنا. هيا اصبر لك خبر أنا مستعجل. المن دعوات شمه. الله يوفقك ويستر عليك، وأنا شدعي لك دائما يا ولدي. هيا قوم على جهاز مضرب. اقوم ومالي ما اقوم، شاقوم ونص. الحين اسمع، امي امانه في رقبتك، انت بتزعلها ولا تعبها، اذا نبهتك هالوش ما الوش ابيض في عيني وفي روحي وفي قلبي وفي كبدي. هاتي بس انت لا عاد تشبع على ايش لك هذا. يلا مع السلامه. هيا يا ابو مع السلامه. هيا يا ابو مع السلامة يا ولدي. تعالي. إن شاء الله يا ولدي. يا بنات هذا صورة فاكس لعملية مهمة وخطيرة جدا جدا. يجهز مسيو عزام عشان ننفذها. عزام مين عزام هذا؟ يمكن ما يجيش فرصة أحكي لكم. هذا عزام كان شريكي، كنا نعمل عمليات مع بعض. حب يستقل ويعمل له مكتب خاص. بده يلعب بديله يعني. بالضبط. الآن معه محل تحف أو محل ما نستعرف، المهم بيجهز لعملية مهمة وغالية جدا. وايش نوع هذه العملية؟ تحف وآثار، يعني عملية بالعملة الصعبة. أشيكم تركزوا وتفهموا ايش قاعد أقول لكم بالضبط وتنفذوه بالحرف الواحد.
أنا شدي لكم أسماء والعناوين والأرقام والتليفونات وصناديق البريد. أشتي تجمعوا لي معلومات كاملة عن هذه العملية، معلومات كاملة ودقيقة، أين ومتى وكيف. إذا استطعنا أن نجمع معلومات هنقدر نضرب ضربتنا. الآن الشيء الوحيد اللي احنا مش متأكدين منه إنه هل ستتم العملية في الداخل ولا في الخارج. بس أغلب الظن أنا أعرف عزم إني ستكون في الداخل. لهذا السبب كل ما كانت المعلومات دقيقة وسريعة كل ما كانت فرصتنا في التدخل أفضل. تتحرك الآن تجيب القطع الأثرية من عند الجماعة. تحذر حذر كامل حد يشوفك أو يلمحك أو يشوف في أي شيء. وبلغ الجماعة قل لهم إذا جالهم غازي ما يشعروا بأي اتفاق بيننا حول الصفقة. كفاية المرة الأولى ها؟ تفضل. بس القطع الأثرية نجيب لها المحل ولا البيت؟ لا عندي للبيت، فهم كلام. يلا. يلا تحركوا، كل ما كنتوا أسرع كان أفضل. أي حاجة تستفسروا رجعوا لي على طول. تمام؟ تمام. خلوكم حضرات. يلا يلا بالتوفيق. السلام عليكم. أهلا وسهلا. تفضل يا سيد. ايش هذا؟ هذا الفلوس هذا زوجت الوالدة هذا المحل. أسألك بالله. والله قلت عليك. الله يجعل فداك الخير. جلس 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 جلس. على فكرة أنت حتكون موفق في حياتك. سألني ليه؟ ليش؟ لأنك حتجمع بين خير الدنيا والآخرة. تشيدك صدى الله والوالدة بتدعي لك. الحمد لله. كم هذه يا أستاذ؟ هذه يا أستاذي 600,000 وزد عدوها. الله المستعان. بيننا هذا كلام. بيننا تقى يا أخ. مسعى بيننا لا تقى خلاص. اعتبر نفسك مسافر. تروح من الآن تودع أهلك تودع أصحابك تشتري لك أدوات تجهز نفسك تتكيف وانتظر تليفون في أي وقت أقول لك يلا تفضل سافر. ذكرتني هذا المكتب لا تجيش لأنه معنا عمل على خروج خارجي معنا نرجع لا يعني بعد فترة طويلة. على كيف يعني إنه ما مثلا نشتري ولا يجي دورك ولا الناس دورك؟ ليش؟ كم يشتغل الموضوع اللي بيننا؟ الفيزا. الفيزا أيوة الفيزا. اسمع شوف أنا بنحبك شدي لك حاجة ما قديتها لحد غيرك بس أرجوك تقدرها. هذا رقمي الخاص. تمام. لا تدي لحد ولا تتصل إلا بالأشياء الضرورية مع الأعمال. طيب يعني كيف؟ خلال كم اتصل لك ولا يجي لك ولا؟ أي وقت شيء استفسر اتصل. لا الموضوع ده احنا نشتي تطب بسرعة لأنه عندها بعد ما زوجت الوالدة أنا وحدي البيت. خلاص خلي شنطتك إلا عند الباب بس. بالاتصال أقول لك شيل شنطتك وطلع سلم الطيارة والله معك. خلاص. أنا استأذنك. الله معك. أنا ما مقدر. خلاص كل شيء يكون جاهز إن شاء الله. الله معك. الله يفتح عليك. مع السلامة. I received a fax from our client in Yemen telling me that there are some relics ready. So, you must travel to Yemen very quickly. Okay, we are ready. I depend on you. Depends on us, sir. So everything you need is here. And your tickets too. Our client will be waiting you in the airport. Be careful. Yes, sir. Okay. هذه المعلومات الرهيبة هذه يا بنات. من فين قدرتوا تحصلوا عليها؟ من مصادرنا الخاصة يا أستاذ. والله لا يستهان بك يا بنات. طبعا احنا طلبتك، أنت أستاذنا. طيب ما دام معانا هذا المعلومات الرائعة وأيضا أنا عارف كيف بيفكر مسيو عزام. تفضلوا اجلسوا عشان نرسم خطتنا خطوة بخطوة. كيف عرف من العملية الزفت هذا؟ مش معقول لي بيحصل هذا، مش معقول. خلاص أنا أعمل حسابي لكل حاجة. خلاص أنا أعمل ترتيباتي. مع السلامة. اسمعني يا أستاذ. بكرة الجماعة واصلين. مشيش أي أخطاء، مفهوم ولا لا؟ إن شاء الله يا أستاذ ما يحصل أي خطأ. يانا يا غازي في العملية هذه. وبكرة نشوف.
مكانكم، كل واحد مكانه. ماشي شنو واحد. اليوم الجو ثقيل ها؟ حما ايش جابك؟ أنت اللي إيش جابك حبيبي؟ مشاغل يا عمي والله لا معك مشاغل ولا معك حاجة، أقصد إنه ما كان فيش داعي تجي لهنا وتتعب نفسك. تعبك راحة يا طيب. طيب ما دام قدك أنا قصده يعني فرصة واحد يعمل فيك ثواب يعزمك على حاجة. ايش تشرب؟ اي حاجة من ظهرك حلال. عيوني لك حبيبي، تأمر. الله يسلمنا من شرك. لك عيوني. السلام عليكم. لو سمحت حبيبي 2 شاي. كم لك يا عزيزي؟ تفضل. شكرا. تفضل حبيبي تفضل، اشرب باللي ريقك، يمكن نشف عليك كل شيء. مع انك ما بتعملش حاجة لوجه الله ابدا ابدا ابدا. عصاي يقطع فيك. قول لي. نعم. ايش بتشتغل هذا الايام؟ يعني ما فيش حاجة محددة، وحضرتك عادك عاطلة ولا قدك بتشتغل؟ يعني ما فيش حاجة محددة. اللي يجي بلاش يكون طعمه حالي. بالعافية، عصاي يقطع فيك بس. اسمع، أنت عارف إنه كان بيننا عيش وملح. نعم. واشتغلنا مع بعض فترة طويلة. صدقني أنا باقي على هذه الفترة. وأحيانا بنحن عليك ولو إنك يعني ما تستاهلش. لكن أنا اليوم شديها لك نصيحة. خير. ومش داعي اليوم تتعب نفسك وتشيلها هنا. صدقني انسحب أحسن لك. لأنه أنت عارف إنه إذا كنت أنا في أي موقع ما بش معك أمل أبدا. شاطر حبيبي، النوم مفيد لك، نوم العوافي يا بابا. أيوة. تصبح على خير. آسف، متطلبات الشغل.
Mr. Azam? Yes. Okay. Anna. Angie. Azam. Nice to meet Welcome. you. Thank you. Thank you. You're welcome. 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 Welcome in Yemen. كيف الرحلة تمام؟ Good. Yeah, it's good. Yeah. But we are very tired. Please.